السلام عليكم. بالبداية خليني أقول اشتقت لكم كثير، اشتقت للمقاطع، للتصوير، للضحك، للوناسة. بس الحياة متقلبة، ما دائما الحياة بتمشي مثل ما أنت بدك. أحيانا لازم تخوزقك وتعلمك شلون تصير بني آدم. صار لي أكثر من سنة، سنة ونص قاطع عن اليوتيوب لأسباب كثيرة كثير كثير كثير. يعني إذا بدي أحكي لكم القصة بدها سنة لتخلص. سبب الظروف اللي عديت فيها في تركيا، كان الحياة جدا سيئة، فقررت إني ما أصور ولا أشتغل شيء عن اليوتيوب لحتى أطلع من تركيا. هذا القرار أخذته ببداية سنة 23، وللأسف ما قدرت أطلع من تركيا لنهاية سنة 23. حرفيا نفسيتي بالفترة الأخيرة كثير صارت صفر، تحت الصفر. لو كانت صفر كان لقيتوني عم أضحك ومثل، ولكن النفسية صارت تحت الصفر. الحمد لله اني طلعت من تركيا، اجيت على بلغاريا، وهلا صار لي موقف في بلغاريا تقريبا 3 اشهر، 3 اشهر وشوي. الوضع جدا سيء. للي عم يسالني كيف الوضع هون ببلغاريا، انا حاليا في كامب اسمه كامب خرملي. يعني مو كامب، هو صدقوني قطعه عسكريه، هو سجن، ما فيه اي متطلبات الحياه. وبالفيديو راح تشوفوا الشيء اللي راح اصور لكم اياه. هاي الغرفة اللي خلفي، هاي غرفتنا. تخيلوا انه الشباك مكسور، ما بعرف اذا واضح عليكم مبين، الشباك مكسور، حاطين كرتونة تصد الهواء عنا. انت متخيل بهذا البرد والشتاء وانت بجو غابات او ريف، بالريف نحن نعتبر، شباكك مكسور وحاطط له كرتونة تصد عنك الهواء، فانت حرفيا عايش وضع مأساوي. ولكن كثير عادي، دائما البدايات بتكون كثير صعبة، دائما الحياة لازم تجر عليك حتى تعلمك صح والشيء الغلط والشيء السهل والشيء الصعب. فالبدايات دائما بتكون صعبة، وآسف لأنه شوي قصير ما عم أوصل. إن شاء الله لقدام ان شاء الله كل شيء راح يكون افضل. تخيلوا انا ما فيني ادخل على هاي الدوله بفيزا او بجواز، لازم ادخل تهريب واعرض نفسي للخطر. ادخل هاي الدوله واكسر الحدود وادخل وادفع كثير مصاري، اخر شيء انمسك، اكل قتله وانسجن واتعامل معامله اسوء من معامله الحيوان، بس لانه انا سوري. حتى القطه هون صدقوني، القطه هون جوعانه بتجي لعنا، حتى نحن نطعميها ونحن هون ما بيعطونا شيء ناكل. ممنوع نطلع، ممنوع ندخل، ممنوع نشتغل، ممنوع نسوي اي شيء. بدك مصاري جيب مصاري، كيف ما بعرف. انشل من الغرفه اللي جنبك. حرفيا انت لازم تدبر حالك بحالك، ما في شيء يا اخي، ما في اي شيء. انت هون متبهدل واكل خرب الحرب. رح صور لكم كل شيء هون، كيف الاكل اللي بيعطونا اياه اللي ما بيتاكل. رح صور لكم الحمامات، التواليتات، اعزكم الله. رح صور لكم كل شيء، كل شيء حرفيا بالصوت والصوره مشان المصداقيه. لكم حقوق هون بهاي البلد اكثر مننا نحن كسوريين كلاجئين بهذا البلد، تمام؟ فاهمه؟ ما بقدر احكي لكم قديش هون الحياه صعبه، قديش عم نعاني، قديش الخدمه ما في خدمه ابدا. ما يعني الوقت اللي بيكون في خدمه سيئه فيك تقول انه هاي الخدمه اللي عم تتقدم لك انت سيئه، ولكن انت ما في خدمه من الاساس. طبعا وخليني ابدا يومي معكم. اول ما بصحى من النوم طبعا ما بصحى على صوت فيروز وعلى ريحه القهوه، لا، بصحى على صراخ الناس وعياطهم ومشاكلهم. بس اصلا ما علينا، منيح انهم فيقوني من نومي لانه نمت كثير ولازم فيه، لانه عندي كثير شغلات ما لازم سويها. واول ما طلع هيك بتفقت العصر تبعي اذا بعده مثل ما هو. المهم بدي نص ساعه لصحصح وبطلع مين انا ومين انتو ومين هالعالم وشو جابني انا لهون اصلا. بعدين بتذكر انه انا باجري جيت لهون وبقول يلا يا ولد قوم غسل وجهك، النهار حلو. بتطلع على الغرفه بحس بكآبه وبحس انه الناس كلها نعسانه ونايمه وما في شيء تسوي. بطلع على الممر حتى اروح على المغاسل، بطلع على المنظر بشوف انه هذا الحمام لا مستحيل، هذا السقف لا 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 لا، انا بحلم. بقول لا خلص انا لازم اغسل وجهي، فبتطلع على المغسل بشوف هذا المنظر. طبعا هذا المنظر حرفيا بتقول يا ريتني نايم نومة اهل الكهف ولا فايق. شو هالمنظر هذا مو مكان للناس، هذا مكان مهجور، يمكن الحيوانات تعرف تدخل. بدور على مغسله نظيفه وخليني اغسل وجهي. بعد ما اغسل وجهي وانا طالع بشوف هاي الورقه اللي حاطينها اطباء بلا حدود، هي منظمه حياديه مستقله تقدم الرعايه الصحيه للكبار والصغار، ومن هالاكاذيب هاي وحتى اكشف كذبتهم. بفتح لكم بس الباب وشوفوا هذا المظهر، وين ما بتنزل عينك بتشوف انه مليان اوساخ ونفايات الناس اللي راميتها هون، وهاي كلياتنا بنعرف انه بتجمع البكتيريا والامراض والروائح السيئه. وراح تسالوا نفسكم طيب ليش الناس ترمي الاوساخ بهذا الشكل؟ حرفيا لانه ما في اماكن ترمي فيها الوسخ، يعني مثل ما بنقول بالعاميه حاويه زباله تحط الناس فيها الوسخ. طيب وبالنهايه خلونا نكب هالكلام الفاضي كله على جنب ونطلع الشغلات الايجابيه ونترك الشغلات السلبيه. خلونا نشوف كيف بنقضي يومنا مع الشباب. صباح الخير من خرملي. هذا المكان اللي هم حاطينه فيه في ما يقارب ال2000 شخص. شوفوا المنظر كيف حوالينا كله جبال وغابات. حقيقة المنظر لحاله بيخليك تشعر بالبرد. ما علينا، خلينا نروح نشوف شو الأكل اليوم ونجيب الأكل، وبعد ما جبنا الأكل خلونا نروح على الغرفة ونفتحه ونشوف شو حاطينه جوا الكيس. وكالعادة بيحطوا لك صمونة أكلة رعبة وصحن شوربة صغير ما بيتاكل، وأهم شيء إنهم حاطين لك محرمة حتى تمسح تمك بس تشبع. ما علينا يا أخي، خليني أكل هاي الوجبة الشهية وأحمد الله على كل حال. وأنا عم أكل فجأة بيدخل علي مطرب الغرفة. شوفوا لي هذا
حمام خرملي، مي بارد ليه؟ وهاي بالوعة مو شغالة. وهون أنا وكل شباب الغرفة قررنا نقوم ننظف الغرفة وننفض التخوتة من الغبرة والوسخ، وننظف الغرفة ونشطفها كتير منيح من الحشرات الموجودة حوالينا. ومثل ما شايفين عم ننظفها بشكل كتير مرتب وحلو، رغم إنه المكان كتير ضيق بس النظافة مهمة. وطبعا صار وقت العشاء وكان الأكل جدا سيء اللي هم أعطونا إياه، فقررنا أنا وكل شباب الغرفة إنه نطبخ شيء، أي شيء حرفيا، لأنه الأكل اللي هم بيعطونا إياه جدا جدا سيء. فهنا هون بفرم البطاطا وبفرم السلطة وبجهز لأني ما بعرف أطبخ. وهون بيجي شغل الطباخ تبع الغرفة شادي، عن جد أكتر شخص بيعرف يطبخ بالغرفة هو شادي. اليوم طبختنا مفركة. صد ولا مفركة بدون بيض. وحرفيا كل يوم كانت تجمعنا هاي القعدة الحلوة، أنا وهاي الشباب الطيبة اللي معي بالغرفة، اللي هم جد من أفضل الشباب اللي تعرفت عليهم بالغربة. معلم يوتيوبر وانا معلم ميكانيك. اشتغلنا بنفس الغرفة. ايوه ها عدنان، شو اشتغل الأكل؟ والله يعطيكم العافية. يعطينا العافية. يا الله قديش كنت اتضايق وقت اللي يكون دوري على الجري ولازم ادخل هالمكان الوسخ حرفيا حتى اجري الصحون. لحتى تدخل هذا المكان لازم غواصة. انا وين بدي اجري؟ والله ما بينجلى. تعال. امشي. هون انظف لانه ما في كهرباء فما حدا بيجري هون. هيك تكون خلصنا مرحلة الجري، نغسل ايدينا ونجرب. وكلياتنا بنعرف انه بعد الاكل يلزم لها كاسة شاي سخنة وتشرب وتدفي بطنك. والعاداني الوقت يا هواي، يا هواي والله الوقت عاداني الوقت مو دمع بكى العين، دم الوقت بكى. الله عليك. وهون اجتني فكرة اني لازم اعمل ذكرى حلوة انا وكل شباب الغرفة ونغني كلياتنا سوا، ويلا نشوف شو طلعت النتيجة. طال الليل سهران، شلون دنيتنا هم وقهر خلتنا، وشلون دنيتنا، وعلى وين الدرب مودينا، على اي شط مرسينا، يا بحر تركنا عالمينا، خلينا صغار خلوني اعرفكم على سر ثاني، انه شيف في الغرفة شادي مو بس طباخ بل هو حلاق ايضا. هاي شادي حلاق الغرفة عبرون، وهذا المطرب العظيم. سمعنا غنية بشرفك بسرعة غنية. غيرون يا بعد اهلنا وبفراقك، شلون نذرين لخيط عيوني لماني يرجعون، صغيرون يا بعد هنا وبفراقك شلون. بتتذكروا القطط اللي حكيت لكم ببداية المقطع انه دائما بيجوا على الغرفة جوعانين. والله جايبين اكل بشرفي، تعوا كلوا تعوا. ومثل ما شفتوا جبنا لهم اكل، وكنت اصرخ لهم بس كان يخافوا يقربوا كثير يخافوا. اتوقع كان حدا يضربهم بالداخل، فحكيت لشادي افتح الكيس ممكن لو شموا ريحة الاكل راح يجوا. وفعلا قربوا، ولكن رغم هيك ما دخلوا، كان يدخل ثانية ويطلع من الخوف. فقررنا انه نحن نطلع لبرا، وهون كانت الصدمة. كلهم اجتمعوا وصاروا ياكلوا بطريقة هستيرية، عن جد انهم تحس انهم ميتين من الجوع حرفيا. وفجأة وهم عم ياكلوا بيجي القط اللي كان ينام عندنا بالغرفة عنتر، كان يقول ليش تطعموا الناس الغريبة وانا لا. هاي إلنا، هاي من دجاجتنا. تعالي هدول بيخافوا. هاي إلنا، هاي هاي متعودة علينا. جوعانة؟ يلا تعالي قدامك. إذا أحسنت إلى مخلوق في الدنيا حتى ولو كان حيوانا، فالنتيجة إحسان الله إليك في الدنيا والآخرة. وهيك بيكون ارتاح ضميرنا، أكلنا وشربنا وجرينا الجري ونظفنا الغرفة وطعمينا القطط، وهلا بدنا كل واحد على تليفونه نكمل السهرة على التليفون.
وبعد ما كنت روح على تختي كنت افتح الببجي، بس دائما كنت اخسر لانه حرفيا انا ما بعرف العب على الجوال. فكنت سكر اللعبه واتصل على صاحبي اللي كنت العب معه واشرح له يا بني ادم انه انا عن جد ما بعرف العب على الجوال، بس كان يفهمني ويقدر هذا الشيء. هذا صاحبي اللي بتقول له تروح على الجامع بتلاقيه قدامك، قل له بدنا نروح نسرق بتلاقيه قدامك. عن جد حرفيا هذا الانسان متصالح مع نفسه لابعد درجه. هذا الصديق اللي بنقول عنه كفو بكل المواقف. وبعدها كنت اتصفح على التليفون لاوقات متاخره من الليل. حرفيا كنت أقضي وقت كتير كبير على التليفون، حتى عيوني يوجعوني وتطلع على الساعة كانت تصير حوالي 4 أو 5 الفجر بعض الأحيان. قلت خلص لازم نام لأنه الوقت كتير تأخر، لازم نام وريح جسمي، وأصلا ما في شي سوي لأنه مليت حتى من التليفون. فبقرر إني نام وبتشطح وبتقلب يمين يسار من شدة التفكير اللي كان يجيني آخر الليل. وبس هاي كانت حلقتنا لليوم. بتمنى إذا عجبكم المقطع ما تنسونا من اللايك حتى أعملكم جزء ثاني. الله يسعدكم. سلام عليكم.